مع باتمان مايكل كيتن وباتمان بين أفليك، في احتمال ظهور لباتمان تالت. I'm Batman. سلام عليكم. ظهرت شوية نظريات الفترة اللي فاتت عن فيلم فلاش، واللي بقى متوقع منه أحداث كتيرة وضخمة. هنتكلم عليها مع بعض ونشوف إيه اللي ممكن يحصل في الفيلم ده، وهل هنشوف جورج كلوني في دور باتمان مرة تانية، ولا ممكن نشوف كريستيان بيل، وإيه مسير بين أفليك من بعد الفيلم ده. كل ده وأكتر هنتكلم عليه، بس قبل ما نبدأ الفيديو متنساش لو انت لسه مش مشترك في القناة ياريت تنزل تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض نظريات من فيلم فلاش نو واي هوم. طيب في البداية، في كتير ناس بتشبه ما بين الفيلم ده وفيلم سبايدر مان نو واي هوم، وهو في الحقيقة في فعلا شبه كبير ما بينهم. انت هنا عندك اكتر من نسخة لباتمان، واحتمال ظهور لنسخ اكتر، والاكوان المتعددة والفيلنز اللي رجعوا مرة تانية. وفي توقعات ان الفيلم ده هيحقق ايرادات كبيرة زي ما حصل مع سبايدر مان بالظبط، ولكن برضو عندك اختلافات كتيرة، خصوصا في الطريقة اللي فيها مارفل وسوني كانوا بيسوقوا للفيلم بتاعهم، وازاي كانوا بيحاولوا يداروا على ظهور أندرو جيرفيلد وتوبي ماجواير، وإن هما ممكن فعلا يظهروا في الفيلم ولا لأ. أما أنت هنا عندك في دي سي فالوضع مختلف شوية. ابسط يا عم، جبتلك 2 باتمان و2 فلاش، وجنون الأكوان المتعددة والتايم لاين بيولع، اللي هو أنت ممكن تشوف إن ده حرق، ولكن أنا شايف إنهم مش معتمدين على المفاجآت، هما معتمدين على القصة نفسها. ودي في حد ذاتها إيجابية كبيرة للفيلم، ولكن ده مش معناه إن مفيش مفاجآت ممكن تحصل. طب إيه بقى موضوع ظهور جورج كلوني في الفيلم؟ ظهرت شوية إشاعات إن ممكن نشوف نسخة تالتة لباتمان هتظهر في الفيلم ده جنب مايكل كيتن وبين أفليك، والاحتمال الأقرب إن يكون باتمان جورج كلوني. أنا عن نفسي مش شايف إن الخبر ده سلبي، زي ما أغلب الناس شايفين إن جورج كلوني هو يعتبر أسوأ باتمان على الإطلاق، فليه يرجع مرة تانية؟ مقدرش إن أنا أختلف معاك في ده. أنا بحب جورج كلوني كممثل، ولكن تجربته كباتمان أكيد كانت الأسوأ، ولكن ده عشان طريقة تقديم باتمان في الوقت ده كانت مختلفة، وتفكير الاستوديو ساعتها إنهم كانوا عايزين يعملوا أفلام للأطفال بحيث إن هما يبيعوا منتجات وألعاب على شكل باتمان. وده السبب اللي خلانا نشوف أفلام بمستوى باتمان أند روبن. وغير كده جورج كلوني كان ممكن يتقدم كباتمان كويس، ولكن مع مخرج مختلف. عندك مثلا بين أفليك مع جوس ويدن كان حاجة، وبين أفليك مع زاك سنايدر كان حاجة تانية خالص. عشان كده أنا مقتنع إن جورج كلوني لو كان ظهر في ظروف مختلفة كان ممكن يكون واحد من أفضل نسخ باتمان، وظهوره في فيلم فلاش ممكن يكون فرصة تانية عشان يتقدم بشكل كويس. ولكن على مستوى المفاجآت الضخمة، أعتقد إن ظهور كريستيان بيل في الفيلم ده هيكون هو الحدث الكبير اللي ممكن ينقل الفيلم في حتة تانية ويخليه فعلا يجيب إيرادات كبيرة. وده كان بالنسبة لنسخ باتمان اللي ممكن تظهر في الفيلم. أما بقى بالنسبة لبين أفليك، فهل ممكن يكمل كباتمان في عالم دي سي، وخصوصا بعد ما عرفنا إن باتمان هيكون عنده ديميان وين، وده معناه طبعا إن باتمان مش هيكون صغير ومش هيكون مبتدئ زي باتمان روبرت باتسون أو سوبرمان لاجاسي. ولكن للأسف بين أفليك شكله هو كمان مش مكمل معانا، وده بعد ما طلع جيمس جان وأنفى أخبار إن ممكن جورج كلوني يكون هو باتمان الرئيسي للعالم الجديد، وقال إن نسخة باتمان في العالم ده مش هتكون بممثل لعب الدور قبل كده، وإن هو هيختار ممثل جديد يلعب الدور. ومن هنا من مكاني هذا أحب أقول لجيمس جان حسبي الله ونعم الوكيل. الراجل بيحاول يعاند الفانز بأي طريقة. انت عندك نسخة جديدة من باتمان بتبدأ في عالم خاص بيها، فكان من الأولى اللي انت تتمسك بنسخة باتمان العالم الرئيسي، وما تبدأش من الصفر انت كمان. ولكن في الأول والآخر أنا مش منتظر حاجة كبيرة من جيمس جان في العالم بتاعه، أنا بس مستني فيلم فلاش اللي متوقع منه أحداث ضخمة. وده كان كل اللي عندي من نظريات باتمان في الفيلم ده.
في نظريات تانية عن نسخ سوبرمان اللي ممكن تظهر، فممكن نعمل عنها حلقة قريب. ياريت تشاركونا رأيكم في الكومنت. طبعا كالعادة لو عجبك محتوى القناة وحسيت إن أنت عايز تسمعني مرة تانية، ياريت تنزل تحت تتأكد إن أنت مشترك ومفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.